زوبع القيادة بحزب الحرية والعدالة، تعليقك إيه على هذه المجزرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله الرحمة للقتلى والشفاء العاجل للمصابين، وندعو الحكماء في أسوان كلهم أن يلملموا هذه الجراح والأشلاء ويعودوا إلى صوت العقل. فهذه فتنة كبيرة الحقيقة، فتنة كبيرة جدا. يقينا مفيش مكان وصلوا السيسي، السيسي ما حطش ايده في حته زي ما قالت البي بي سي كان في اسوان الا والدنيا اشتعلت. وتفسيري انا الشخصي لهذه المساله ان يد المخابرات في هذا الموضوع، لانه معروف سلفا كما قال الاخ سليم ان الصعيد كان مع مرسي ومع الشرعيه، وانه معلومات الخاصه الدقيقه ان احدى القبيلتين ولن افصح عنها عن اسمها رفضت زياره السيسي واعتبرت من استقبله خائن، وبالتالي المسألة متعلقة بموقف سياسي حولته المخابرات إلى دم حتى لا يصبح هناك صوت للمعارضة. والدليل حضرتك ذكرته من شوية، شهادة الأستاذ المملوك لما كتب إنه الراجل بتاع الشرطة لما اتصلوا بيه في خناقة في قتلى قال له في إخوان، قال له لا، قال له مش عندنا، احنا تخصص إخوان، احنا تخصص إخوان، يجي إخوان نضرب زي ما الصورة بتاعت السويس دلوقتي. الصورة بتاعت السويس بتقول الكلام ده. الشرطة تخصص المعارضة، الشرطة تخصص المظاهرات. طب ليه بيتهمكم المتحدث العسكري أن هنالك أياد إخوانية هي التي أشعلت هذه الفتنة؟ طبعا هو حد ياخد على كلام المتحدث العسكري؟ ما هو قال حاجات كتير جدا، ده راجل غير مسؤول، مفيش حد يقول كده. هو علي جمعة ديك اليوم ما قال لك تفجيرات جامعة القاهرة قبل ما تخلص ان الاخوان هم السبب ومرسي هو السبب وهو في سجنه؟ انت بتتكلم في اللا معقول. هم دول ناس مسؤولين، لو كانوا مسؤولين كان حال البلد يبقى كده. كانت التفجيرات اللي اتقتل فيها العميد المرجاوي ومراته ترفض جثته، ترفض وتقول انا ما شفتش الراجل وما غسلناهوش وما شفناهوش، وبعدين يزور محلب مديريه امن الجيزه اول امبارح بالليل ويزورها امبارح الصبح علشان يحتوي غضب العاملين فيها لما علموا ان زميلهم قتل على يد الشرطه. يعني القنبله اللي قتلت العميد المرجاوي ما تقتلش اللي هو اللي كان في الصوره ولا يصاب بخدش حتى. دي قنبله ايه دي؟ ده حتى بقت عامله زي الارهاب العبيط كده، يعني قنبله قد كده وتعمل تفجيرات. اقول لك وبصراحه مصر تعيش اسوأ ايامها. هي دي الايام بتاعت السيسي اللي وعدنا بيها، وهي دي مصر والاستقرار. الاستقرار اللي هو قتل ودماء وقمع والى اخره، لانه هو لا يريد ان يكون هناك جزء في مصر. ثم اذكرك بما قاله السيد الكبير محمد حسن الهيكل انه السيسي مرشح الضروره. عمرك شفت فين مصطلح مرشح الضروره ده في العلوم السياسيه؟ قول لي كده في تاريخ العالم في حاجه اسمها رئيس ضروره؟ هاته وحطه. انما مرشح ضروره، طب ما حمدان ليه ما يبقاش مرشح ضروره؟ ما اي واحد يبقى مرشح ضروره، لكن عاوز يقول لك هيجي بالعافيه، هيجي بس خلاص يا هيكل قول ان هو رئيس الضروره وخلصنا. كل ما يحدث الان تلعب فيه يد المخابرات لتثبيت. ايه مصلحه المخابرات في ان تشعل الفتنه في مثل هذا في مثل هذا المكان؟ بسيطه جدا، تحصل الولعه هادئ، عايز مناطق سياحيه المفروض ما يبقاش فيها اي فتن. ممتاز جدا، ممتاز جدا. تحصل الفتنه يطلع مين؟ المتحدث العسكري من ناحيه ومتحدث وزير الداخليه من ناحيه يلبسها الاخوان. تيجي البرامج الفضائيه بالليل اخوان 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 اخوان، ادي الشغلانه. فيظل الشعب خايف من الاخوان. دي منطقه سياحيه يا عم. هو في سياحه في مصر؟ ليس من مصلحه اي سلطه ان تشعل فيها فتن يا استاذنا. هو الجيزه ما هي منطقه سياحيه كبيره جدا وعظيمه جدا. ما فيش سياحه في مصر. ما زعزوع قال لك ما فيش سياحه ولا نيله، فيش الا السيسي. انت بتتكلم كأن مصر دي بلد والناس قاعده فعلا وفي حياه وفي تقدم وفي رخاء. هو احنا مع الدماء دي؟ احنا ضد هذه الدماء، احنا ضحايا الدماء. هو يريد ان يشعلها حتى يتحول مرشح الضروره الى رئيس الضروره. هذه القصه باختصار.